خلص ماتش الاهلي ومحدش فاهم ايه اللي حصل ومحدش فاهم ايه اللي جرى والفرقه ما تفهمش مالها. اللعيبه نازله شاربه ايه ما تفهمش. كوكا واخد الكرة عمال يلف حوالين نفسه كده، ولا حد فاهم اي حاجه ولا حد فاهم مين بيلعب فين. قفشه طبعا نزل خد الكوره شويه قاعد يحنكش بيها في الاول كده، يلف حوالين نفسه ويروح مطلعها بره، يلف حوالين نفسه ويروح مطلعها بره. ما لمسش الكوره تقريبا غير كام مره، وكل ما بيلمسها يروح مطلعها بره الملعب خالص. ما حدش فاهم فيه ايه. واللعيبه مش عارفه تلعب واللعيبه مش عارفه تباص. الشوط الاول كله تقريبا ما فيش ولا هجمه للاهلي، وفي الاخر الاهداف كلها جايه بالهيد. بنلعب كره طايره، احنا قاعدين كل واحد عمال يعمل لي بدماغه كده، عمالين نجيب اجوان بالهيد بس. طب والارض؟ ما احنا المفروض احنا دي اسمها كره قدم اصلا، يعني احنا المفروض بنلعب برجلينا مش بنلعب بدماغنا. ما حدش فاهم ايه اللي بيحصل. واليو ديانج ما نزلش ليه من البدايه؟ طب بلاش من البدايه، الشوط التاني ما شاركش ليه؟ قفشه ده ازاي اساسا يقعد 45 دقيقه؟ قفشه ده من الدقيقه 10 المفروض يطلع، هو ما عملش اي حاجه. ومحمد شريف مكمل ليه لغايه الدقيقه 70 ولا حاجه؟ ليه كل ده يمكن طالع بعد الدقيقه 70 كمان. ما عملش حاجه الراجل، اللي هو مش قادر، ما فيش الكوره مش واصله له قدام. لعيبه الاهلي بتستهبل، ما حدش فاهم ايه اللي بيحصل، ولا اللعيبه بتعمل كده ليه، ولا المدرب بيعمل ايه. يعني بدأ بالتشكيل اساسا غلط من البدايه. اولا انت ما ينفعش تبدأ كده، يعني انا عن نفسي شايف ان التشكيل المناسب للاهلي لازم يبقوا ثلاثة ورا. 3-4-3 ده انسب تشكيل للنادي الاهلي في السكواد اللي موجود دلوقتي. ما ينفعش تلعب بحاجه غير كده، لان انت هتبقى بتظلم اللعيبه. 3-4-3 هتأمن ورا، وفي نفس الوقت متحكم في خط النص، وفي نفس الوقت تقدر تهاجم بعدد كبير. انما انت الشوط الاول تقريبا ما روحتش بولا هجمه. كل ما تبص تلاقي محمد شريف واقف لوحده في النص، وعمال يطلع شويه على الطرف ويرجع شويه. محمد علي بن رمضان حتى حته كوره في العارضه بدماغه. يعني حرام الكوره دي ما تجيش جون عشان محمد علي بن رمضان. الاهلي ما يستحقش يكسب ده كده كده، لكن محمد علي بن رمضان يستحق فعلا فعلا ان هو يسجل جون واتنين كمان. لعيب تقيل قوي، لعيب تقيل جدا، يعني ده تقريبا احسن صفقه للاهلي. وانا بصراحه مش فاهم كوكا. يعني كوكا كام كوره كده مش مفهومه. هو بياخد الكوره وبعدين بيقعد يقف كده بس واقف بيها. طب يا حبيبي ما تباصي، احنا متعادلين عايزين نكسب، النادي الاهلي عايز يكسب، انت واخد الكوره بتعمل بيها ايه؟ وكله كوم بقى. ومحمد هاني كوم تاني. محمد هاني ده بيلعب لوحده في عالم موازي. يعني محمد هاني عامل ملعب في خياله كده وبيقعد يلعب فيه، هو اكيد برضه ما بيعرفش يلعب فيه. ما حدش فاهم ايه اللي بيحصل، ولا محمد هاني بيعمل كده ليه. يعني الكرة الأخيرة خلاص الماتش بيصفى بالحكم بيخلص، وده يروح مستلم لي الكرة في الأوت. يعني أنا ما شفتش لعيب بيعمل كده بصراحة. والحكم المباراة ده أنا يعني أنا مش فاهم أقول عليه إيه. طيب الحكم طول الماتش تي تي تي